السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الحمد لله رب العالمين، المتابعين لقناة أخوكم محمد حجازي قد رأوا وسمعوا الكثير من القصص من المستغفرين، وأصحاب القصص هم معنا، وأصحاب سورة البقرة والمستغفرين الذين يعني بينا لهم خارطة الطريق، وجدوا ما وجدوا والحمد لله رب العالمين. ولربما هناك إخوة جدد في طريقهم إن شاء الله، الله يفتح عليهم، لأنه هذه وعود الله جل في علاه. لكن النقطة المهمة جدا جدا جدا، يعني لمن وجد من استغفاره شيء، يعني ما عساك أن تفعل في هذا الاستغفار. يعني أنت كنت أمورك معطلة، لزمت الاستغفار، فتح الله عليك، رزقك، أمطرك الله، حرك لك السحاب، جاءك الرزق من حيث لا تحتسب، تغيرت حياتك. طيب جميل، هل الموضوع انك انت تأخذ هذا الامر يعني خلص انقضى الدين، انا خلصت من الاستغفار وسأعود الى حياتي الطبيعية اللي فيها ضلال الماضي، سأعود الى الماضي، ام اني بدأت يعني حياة جديدة مع الله جل في علاه، حياة فيها الثقة في الله، فيها اني عرفت ما هو الخلل، نعم عرفت انها الذنوب، فالسؤال هل انا سأعود الى هذه الذنوب التي كانت سبب هذا التعطيل وهذا الهوان وهذا الذل وهذا التيه الذي كنت فيه؟ اسمع أخي الكريم، يعني لكل من يسمع هذا الكلام عليك أن تفهم شيء. الله جل في علاه أقام الحج عليك، الله جل في علاه أقام الحج عليك، رزقك، حقق وعده جل في علاه. لكن يعني شوف الحواريين الذين كانوا مع سيدنا عيسى، قالوا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا، يعني بالمعنى الآية. فالله قال إذا أنا بنزلها عليكم وبتكفروا بعدها، إذا أنا بنزلها عليكم وبتكفروا بعدها، يعني بالمعنى الله سيعذبهم عذابا أليما لم يعذبه لبشر من قبل. فأنتم إخوتي الكرام، الله فتح عليكم، رأيتم الآيات الحسية، والله إذا أدرتم ظهوركم لله فقد أقام الله الحج عليكم، والله سيسحب البساط من تحت أقدامكم وتعودوا إلى ديون أكبر بكثير ومشاكل أكبر بكثير مما كنتم عليها وأنتم لا تدرون يا مساكانا. ثم ينتقم الله جل في علاه، ثم ينتقم الله، ثم تدعو الله ولا يستجيب، تدعو. إذا كنت لزمت الاستغفار شهر الآن أو شهرين أو ثلاثة، سيتحتاج إلى لربما أشهر عديدة حتى يفتح الله عليك. لا تدير ظهرك لله، هذه حجة علينا. نعم نحن أمة يعذبنا الله بذنوبنا، نحن أمة يعذبنا الله بذنوبنا، فإن تبنا رفع الله عنا هذا الذل، رفع الله عنا هذا التعطيل. فأروا الله منكم صدق العبادة، التوبة والرجوع والصلاة في وقتها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والانتهاء عن الحرام وكل ما حرم الله، وحث الناس على طاعة الله. وبلغوا هذه الآية، بلغوا هذه الآية لمن حولكم، وكونوا إن شاء الله من خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أنا بالشارع عشان هيك بتلفت يمنة ويسرى. فإخوتي الكرام، إياكم والمكر، والله أسرع مكرا. إذا مكرتم بالله يعني مكرتم أن أخذتم حاجتكم وتركتم الاستغفار وتركتم العبادة، والله ستعودوا وتبكوا حتى يفتح الله عليكم، ويكون مشوار طويل جدا في المرة القادمة، وقد يختم الله عليكم في ضلال. إياكم إخوتي الكرام، هذه الأمة تريد رجال عرفوا الله، عندهم ثقة في الله. الناس ما عندها ثقة في الله لأنها ما عاشت الاستغفار، ما أمطرهم الله، ما في عندهم آيات حسية، ما في عندهم إيمان ثابت راسخ. فأنت إيمانك لازم يرسخ. كيف أرسخ إيماني أكثر وأكثر؟ أحقق هذا الحديث حتى إني يرسخ الإيمان عندي، وأكون عبد يستجيب الله لي، وتصبح الدنيا تحت أقدامي، ويصبح حب الآخرة في قلبي. فمن كان همه الدنيا شتت الله عليه أمره،
ومن كان وجعل الله فقره بين عينيه، ومن كان همه الآخرة جعل الله غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. نعيش هذا الحديث الآن. أنت الله أمطرك، ابدأ اعمل بهذا الحديث. من عاد لي وليا، عشان تصبح ولي من أولياء الله، يستجيب الله لك، يحبك، يعطيك، يؤيدك، ينصرك. أنت عليك أن تنصر الله. من عاد لي، يعني نصر الله، تقيم شرع الله، تقيم دين الله، تدافع عن الله جل في علاه. نعم، وتنشر دين الله، ببلغوا عني ولو آية. نعم، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، نحن أمة كنا نسقط بالفرائض. نعم، نحن أمة كنا نسقط بالفرائض. ظننا الفرائض الصلاة والصيام والحج والزكاة، وهذا هو. لا، الفرائض أن تنتهي عن الحرام، عن الغيبة والنميمة والربا والعري والإباحيات والسقطات وذنوب الخلوات، وأن تصل رحمك، وأن تغض بصرك، وأن تلبس الحجاب، وأن يكون لبسك فضفاض، ولا لا عري ولا شيء. هذه هي الفرائض، وكثير منها يعني بنعرفها. وننتهي عن السحر وعن الشعوذة وعن الغيبة والنميمة والظلم والتزوير، كل هذه فرائض. نبدأ الآن نراقب الله ونعمل. ومع سورة البقرة سيكون الأمر هين جدا عليك. أنت تقرأ وهي تفعل، وهي تربط على قلبك وتأخذ طاعات والعبادات محمل الجد، يعني كما يحب الله ويرضى، كما يحب الله ويرضى. نعم أخي الكريم، أنت اليوم لازم تغير حياتك، تبدأ حياة جديدة، حياة فيها عبادة كما يحب الله ويرضى، وليس كما كنت تفعل. لا يعني لازم تعير اهتمام لكل صغيرة من الصغائر، كل ذنب تنتبه له. نعم، هذه الذنوب هي التي دمرت حياتك. أنت لا تدري ما يفعل الله بهذه الذنوب. هذه الذنوب يحولها إلى ديون، إلى هموم، إلى تشريد، إلى تقتيل. فإن أنت زدت بهذه الذنوب، يعني التي تظن إنها مش كبائر، في ناس بتفكر إنها الكبائر هي إنك تقتل، أو إنك أنت تسكر، يعني الخمر، أو إنك أنت تزني، وأنت لا تفعل هذه، فلكنك أنت ساقط في ذنوب الإباحيات والغيبة والنميمة والظلم والتزوير. ولما معلمك بشغلك في المحل أنت بتشتغلش، ولكن بدك أجرك وبتقاتل على أجرك وأنت بتستاهلوش. هذا كله غش. فأدي الحقوق لأهلها، وصل الحقوق لأهلها، ابدأ اعبد الله كما يريد الله. هذه الذنوب، خلينا نقول على سبيل المثال، وانت بتعرف، انت سيد العارفين انه الله عطل عليك حياتك، فتبدأ هذه الامور. عندما تبدأ بالذنب، الذنوب الصغيرة هذه، تبدأ حلاوة الايمان تذهب منك. بتبقى بتصلي، بتبقى بتصوم، بتبقى بكل شيء، لكن حلاوة الايمان بدأت تتبخر منك. صارت العبادة عندك جوفاء، ما فيها هيك حرارة، ما فيها هيك قلبك يعني يرف هكذا لذكر الله. بطل، شوي شوي ينتهي، يتلاشى، ثم شوي شوي، رويدا تصبح صلاتك وكأنك بعيد، يعني تنقرها نقرا. ثم شوي شوي تبدأ تخف بالطاعات، يعني هذا حرمان من الله جل في علاه، يحرمك الله، يحرمك. فما بتعود تشعر في العبادة إنها لها قيمة، وبتصير تستخف بالذنب وتتهاون بالذنب وتستهويك الشياطين شوي شوي. ثم تعود إلى التعطيل، ثم بعد التعطيل يأتي لربما العقاب، لربما إنه طلاق. نعم، بدأ خراب البيت، بدأ طلاق. بعد الطلاق لربما بدأت الأمراض. طبعا تراكمت الديون مثلا بالبداية، ما فهمتش، ثم طلاق، ثم خرب بيتك، ثم بعد ذلك بدأت الأمراض تدب فيك، ثم لربما تندلع حرب في بلدك، تشردك من بيتك، لا يبقى لك لا بيت ولا زوجة ولا أولاد. نعم يا أخي، لا تدير ظهرك لله. خلينا نعبد الله. الله كريم، الله حيي يا جماعة. الله بيستحي من الذي يرفع يده وهو يعبد الله كما يريد. مش احنا مجرمين، احنا بنستاهل انه الله يولع جهنم فينا المسلمين. الله اعطانا امان الاسلام، دمرنا سمعة الاسلام. الغرب الكافر يظن ان الاسلام هو المسلمين. يعني جماعة احنا لا نستحي من الله.
يعني والله 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 إننا نحن الذين سودنا سمعة الإسلام. نحن مسلمين ساقطين، نعبد الله على هوانا. الحلال ما طلته أيدينا، والحرام ما لم تطله أيدينا، فإن طلته أيدينا أصبح حلالا. نحن لا نقر معروف ولا ننكر منكر، نحن نتشاطر على بعض، نبكي على البعيد إذا كان في حرب، ولكن بيننا نحن خصومات. نحن نريد أن نأكل بعضنا بعضا حقيقة، يعني نتقاتل وكل هذا الأمر، ولكننا ندعي أننا يعني نشفق ونرحم الآخرين. والله إننا أمة لربما نستاهل أن يشعل الله النيران فينا. علينا أن نتوب. من تاب والله ما هي الله مشعل أول إشي طبعا من باب الديون والهموم والكرب وهذا هو. علينا أن نتوب ونعود إلى الله كما يحب الله ويرضى، وانتبه أن لا يسحب الله البساط من تحت أقدامك. انتبه أن لا يسحب الله البساط من تحت أقدامك وتعود إلى الديون والكرب. يلا شد حالك، صلاتك في وقتها، قيام ليل، استغفار، ذكر، دائما على ذكر، قراءة في كتاب الله. لا تنسى سورة البقرة واستمر. سورة البقرة هي الحافظ لدينك، الحافظ للدين هي سورة البقرة. الرابط على القلب من انه يتفلت يريد الدنيا هي سورة البقرة، فاحملها محمل الجد. وكلما هيك شعرت انه في فتور شد بسورة البقرة، يعني اكثر من سورة البقرة. وهكذا صدقات، لا تنسى الصدقات. ابدأ اعمل اعمال طيبة. لا تنسى الصلاة على رسول الله، يعني بعد ما تقطف الثمار يعني إن شاء الله. وبلغ الناس، لازم تؤمر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا الله لا يستجيب. بدك تبلغ الدين. كيف بدك تبلغ الدين؟ أنت وجد اخرج قل لهم أنا كنت مديون، أنا كنت مهموم مكروب، أنا كنت مسحور، الله بالدين، الله بالاستغفار غير حالي. سورة البقرة تفعل كذا وكذا، والاستغفار يفعل كذا وكذا. والموضوع يا جماعة مش في جمع حسنات وأنت أول إشي تحت العقاب. الموضوع انك انت تحت العقاب، فما لك حسنات الان عليك التوبة والرجوع. الله سيغير حالك ان شاء الله. وصلت الرسالة. لا تديروا ظهركم الى الله، والله الله اسرع مكرا، وسيعيدكم الى اسوأ ما كنتم منه في الماضي. فانصروا دين الله، بلغوا، كونوا على خلق حسن. وهذا هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أخي الكريم، حقق حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني تقرب، زيد، ابدأ زيد. الله قريب، يحب اللحوح، مش اللحوح المجرم، اللحوح الذي يعمل ما يشاء وسود وجه الإسلام، اللحوح الذي تاب، اللحوح الذي يعني بدأ يصبح من خير أمة أخرجت للناس. أنت مرآة لدين الله، أنت مرآة يا أخي. الناس إذا رأوك قالوا نعم هذا هو الإسلام، هؤلاء هم المسلمين الحق. نعم، فأري الله منك هذه الصورة، إنك صورة جميلة عن الإسلام. هكذا تنصر دين الله، هكذا تنصر دين الله أخي الكريم، بأخلاقك الحسنة، بأخلاقنا الحسنة سيمكن الله لنا من جديد. والله لو بقينا على هذا الحال وامتلكنا أكبر ترسانة، والله سيذلنا الله، سيذلنا حتى تعود على خلق الحسن. نعم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الرحمن يعني رحماء بيننا. نعم، نحب بعضنا البعض. نحن كذابين يعني صراحة، يعني نحن نكذب على أنفسنا. الواحد ما بيحب حتى أمه وأبوه ولا إخوته، يعني كله كذب بكذب. بنمثل إذا اعتدى علينا الغريب فقط، وممكن نبيع بعضنا البعض. المهم إني أنجو. حياكم الله إخوة الكرام. يلا ابدأ انتهي عن الذنوب وزيد في الانتهاء وتقرب إلى الله، وسترى في كل حسنة والله سترى فيها مسرة، والله سترى فيها مسرات، وترضى ويرضيك الله واستجاب الدعاء وحياة طيب كريمي. والله لو فسقت كل البلد وانت على خير وتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر سيحييك الله الحياة الطيبة. خاف الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا جنة القرب، جنة الحب، جنة المعرفة الله، وفي الآخرة جنان إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.